السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ جورة. كنتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يلقاكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله واحد الوصفه ديال الكيش رائعه، كتجي غزاله، واحد العجينه ناجحه 100%، عجينه ما فيهاش البيض، كتجي هشيشه، كتجي مورقه، وكذلك مع واحد جوج حشوات حتى هما اللي كيجيو بنانين. فبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، وليداتكم غادي يحماقوا على هذا الكيش هذا. فكنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وكنتمنى انكم الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه وعجبكم المحتوى ديالها فكنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. ضغطوا زر الاشتراك باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركة الله. هنا كيف ما كتشوف معايا عندي قصريه فيها 500 غرام ديال الدقيق الابيض، ما يعادل واحد الخمسة ديال الكيسان اللي كيكونوا عامرين ولكن ممسوحين. غادي نزيد عليهم 250 غرام ديال المارغرين، يعني زبده ديال التوريق. غادي نحك انا في هاد الحكاكه الغليظه، وكيف ما كتشوفوا معايا كناخذ هذاك الدقيق وكنحاول اني كندوزها فيه، وعاد ديك الساعه كنحكها كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو. فانا هنا سرعت لكم الفيديو غير باش تشوفوا الطريقه. انا من بعد ما كنكملها كامله كيف ما كتشوف معايا بالحكان، غادي نحاول انني هذيك الزبده كندخلها في هذاك الدقيق، يعني كنبسبسوها، كندخل هذيك الزبده مع داك الدقيق حتى كيولي عندنا داك الدقيق كله ملبس لينا بالزبده، وكنحصلوا على واحد الدقيق اللي كيكون مرمل. كيف ما كتشوف هنا معايا في الفيديو راه كنحاول هذيك الزبده بحال هكا كنحكها ما بين اليدين ديالي كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. كيف ما كتشوف معايا كيولي عندنا بحال هذا الدقيق هذا ديالنا كيكون مرمل. صافي هنا من بعد غادي نزيد 4 معالق صغيره اللي كتكون عامره ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود اللي هو البزار، وهنا غادي نزيد واحد 4 معالق صغيره اللي كتكون عامره كيف ما كتشوفوا معايا هنايا العطريه ديال الحوت. كتجي رائعه في هاد الكيش هذا، كتجي بنينه وكتعطي واحد المذاق غزال، فغير جربوها وان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. من بعد ما كندير هذوك المكونات ديالي كاملين غادي ناخذ هنايا الماء، وكنبقى بحال هكا كنكب غير شويه بشويه وانا كنجمع داك الخليط ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا هنا انا ما كنعجنش، غير بهذاك الرؤوس ديال الاصابع كندور هذاك العجين حتى كنحصل على واحد العجين اللي كتكون متماسكه. بالنسبه للماء انا هنايا استعملت كاس ديال العنبه اللي كان عامر، ماء بارد ما يعادل بالمليلتر اللي هي 160 مليلتر. صافي انا كيف ما كتشوفوا معايا كنكب هذاك الماء وكنجمع هذيك العجين ديالي غير بالرؤوس ديال الاصابع، ما كندلكوهاش. بالنسبه للعجينه ديال الكيش ما كدلكش، غير كتجمع وصافي، فكتكون واحد العجينه عندنا رطبه كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. صافي كنبقى بنفس الطريقه، كنبقى بحال هكا كنجمعها حتى كنحصلوا على ديك العجينه اللي كتكون بحال هكا رطبه كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو بهذا الشكل هذا. هنا ما كنخليوهاش ترتاح، بعد ما كنكملوها مباشره كندوزو نطلقوها. يعني هاد العجينه هادي راها دغيات كتصاوب، يعني ما كتبقاش تشد لكم الوقت انكم ديروها في المجمد حتى تجمد وتطلقوها، لا. صافي كيف ما شفتوا معايا انا كملتها، قسمتها على جوج، هذاك النص الاخر درتو في البلاستيك وغادي ندخلو للثلاجه حتى نكمل هذه ديك الساعه ونطلقها. كناخذ هنايا الدقيق وكنرشو فوق هذاك سطح العمل بعد ما كنكون مسحته مزيان، وكناخذ مدلك وكنطلق هذيك العجينه مزيان حتى كندير على شكل مستطيل كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. غير بالنسبه لهنا العجينه ديال الكيش انا ما كنبغيهاش تكون غليظه بزاف وفي نفس الوقت ما كنبغيهاش تكون رقيقه. هنا غادي تبان لكم السمك ديالها كيفاش خصها تكون. هنا من بعد ما كنطلقها على شكل هذا مستطيل ولا مربع المهم اللي يبان لكم. فانا هنا غادي نستعمل ليمون اللي مربعين، او كناخذ هذيك القطعه ديال البيتزا وغادي نقطعها بحال هكا مربعات اللي غيكونوا صغار كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. انا ما عنديش هنايا قطع مربع فدرت الطريقه هذه وجاتني احسن. بالنسبه كذلك حتى ديك العجينه اللي كتبقى لينا ما كيوقع عليها حتى شي حاجه، كتعاودوا تخدموها مره اخرى ما كتجمع ما والو. هاد العجينه ديال الكيش من احسن العجينات اللي جربت انا كيف ما كتشوفوا معايا. فهادو هما الليمون اللي غادي ندير، هاد الليمون هادو اللي كيكونوا بحال هكا مربعين. صافي كناخذ هذيك العجينه ديالتي وكنديرها في هذاك القالب، ما درت لا دقيق لا حتى شي حاجه لا زبده لا والو، بما ان هي فيها الزبده فما غاديش تلصق لينا. هنا كنحاول انني كنقد هذيك العجينه مزيان في هذوك الجوانب ديال داك القالب وحتى كنقدهم مزيان، وكناخذ هنا سكين وكنحاول انني نحيد هذوك الجوانب باش ما كيبقاوش لاصقين لينا بهذه الطريقه هذه. صافي وكنقد الا بانت لي شي بلاصه ما مقداش كنقد هكا بيديا. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى. كناخذ العجينه وكنديرها في داك القالب وكنقدها بحال هكا باش كيجيو لي هذوك الشنيتيفات اللي عندي في داك المول هذا كيجيو لي مقادين متراسين ليا في العجينه. المهم هي الطريقه راها سهله. ومن بعد ما كنكونوا كملناها كناخذوا هنايا فرشيطه وكنتقبوهم باش ما كتنفخوش لينا. بالنسبه لهاد العجينه هذه اللي بقات ليا فانا كنكون طلقت العجينه الاولى وسرحتها ودرتها في هذوك القوالب اللي كيكونوا مربعين، وكذلك كندوز نطلق العجينه الثانيه اللي احتفظت بها في الثلاجه حتى هي نفس الطريقه كنطلقها وكنقطعها. انا غير ما بغيتش نبين لكم يكون عندكم الفيديو طويل بزاف. هاد العجينه ديال اللي كنطلق داك الطروفه اللي بقاو لي ديال العجينه وكنطلقهم هنا غادي نديرهم في هذا المول هذا اللي كيكون بحال هكا دائري. فهاد المول هذا القطر ديالو تقريبا 28 سنتيمتر. صافي وكنطلق هذيك العجينه كيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو وكنقادها.
انا بغيت نوريكم ان ديك العجينه واخا بقات ليا ما وقع ليها والو، وانا تعمدت انني نديرها في هذا المول هذا باش تشوفوها انها يعني ما تجمعاتش، بقات نفس الشكل ديالها كيف ما طيبتها. فانتم في الاخر ديال الفيديو ملي غادي نطيبها غتشوفوها كيفاش بقات. غير الطريقه كيفاش كنجمع، كندير بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا، كنجمع هاد العجين ديالي بهذا الشكل هذا وكنقادو ما بين اليدين ديالي وكنديرو في البلاستيكه وكنديرو في الثلاجه حتى كنسالي كلشي وكنرجع ليه. فبالنسبه لهاد الكميه هذه ديال العجينه خرجت ليا هاد لي مول هادو اللي مربعين بحال هكا، خرجت لي منهم 25 وحده، وخرجت لي كذلك وحده اللي كانت بحال هكا كبيره. يعني راه ما شاء الله كميه اللي كتخرج كثيره. كندخلهم الثلاجه نصاوبوا الحشوات ديالنا داك الساعه ونجبدوهم. ممكن ديروهم كذلك حتى في المجمد الوقت اللي كتبغيو تجبدوهم فكتجبدوهم. فاول حشوه غادي نبداو بها، عندي هنا 200 غرام ديال صدر الدجاج اللي كنقطعو بحال هكا مربعات صغيره. عندي فلفله حمراء اللي صغيره قطعتها كذلك حتى هي مربعات صغيره. استعملت هنايا تقريبا 2 بصلات كانوا متوسطين وقطعتهم بحال هكا مربعات صغيره، فاستعملت البصله خضاريه. كذلك عندي واحد الفلفله اللي مخلطه. بالنسبه للتوابل عندي الملحه، البزار اللي هو الفلفل الاسود، وعندي هنايا تومه مجففه يعني تومه بودره، وعندي هنايا واحد العطريه ديال الشوا. المهم الا ما متوفرش عندكم ديروا شويه ديال السكنجبير وشويه ديال التحميره وديروها. انا المهم متوفره عندي فعطاتني واحد المذاق زوين في هاد الحشوه هذه. الا ما متوفرش عندكم كما قلت لكم ديروا غير التحميره وسكنجبير. هنا غادي ناخذ مقله وغادي ندير فيها قياس 3 المعالق كبار ديال زيت المائده، وغادي ندير داك الفلفله والبصله. فكتبقى بالنسبه للكميه ديال الحشوه على حسب الناس اللي متوفرين عندكم، ممكن تضاعفوا الكميه وممكن تقلوا على حسب نتوما شنو عندكم. هنا غادي ندير الملحه، فكتبقى كذلك حتى الملحه على حسب الذوق. انا درت هنايا معلقه صغيره اللي كانت عامره. والبزار حتى هو غادي ندير واحد شويه ديال البزار، يعني واحد 4 معالق صغيره. وكندير المقله ديالتي من فوق نار اللي كتكون مهيله حتى كطيب ليا هذيك البصله وداك الفلفله مزيان كيف ما كتشوفوا، وكتهبط ليا هذيك الفلفله والبصله بهذا الشكل هذا. وانا كنبقى مره وانا كنحركها. من بعد عاد غنزيد عليها داك الصدر ديال الدجاج، وغادي نزيد عليها العطريه ديال الشوا والثومه جافه. المهم العطريه ديال الشوا غادي ندير منها معلقه صغيره اللي عامره، والثومه حتى هي غادي ندير معها معلقه صغيره اللي عامره. الا ما متوفرش عندكم الثومه جافه ممكن تستعملوا ثومه الطريه، غير كديروها في الاول ملي كتكونوا كتشحروا البصله والفلفله كديروها في الاول. الا كانت عندكم هذه فكتكون احسن. صافي هنا من بعد ما كنكونوا شحرنا هذيك الفلفله ديالنا مع داك الدجاج، صافي كنطفيو البوطه ديالتنا وندوزو باش نحضروا لاباري الاولى. بالنسبه لاباري كيش انا غنستعمل هنايا فيها 3 ديال البيضات، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الثومه جافه، وشويه ديال الكوزه غادي نحكها. من بعد غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال المايزينا اي نشا اللي كتكون عامره، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نخلطهم بهذاك المضرب اليدوي حتى كيتخلطوا ليا مزيان. وهنا غادي نزيد عليهم واحد الكاس ديال الكريمه ديال الطبخ ما يعادل 160 مليلتر، كاس ديال العنبه اللي كيكون كبير بهذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم هنا في الفيديو. صافي من بعد غادي نخلطهم مزيان حتى كيندمجوا ليا، وكتكون الحشوه ديالتي بردات وكنخلط كلشي. انا من بعد كنجبدوا هذيك العجينه ديالنا اللي درنا في المجمد، او ممكن ديروها غير في الثلاجه. كنكبوا هذاك الخليط ديالنا وكنقادوه بهذا الشكل هذا. وغادي نزين هنا انا بواحد شويه ديال الفرماج موتزاريلا. بالنسبه لها الفران يسخن من قبل واحد شويه، وكندخل هذاك الكيش ديالي حتى كيطيب مزيان من التحت وكتحمر لي هذيك العجينه. من بعد كنشعل عليه من الفوق وحتى كيتحمر لينا ونخرجوه. بالنسبه لهنايا لاباراي الثانيه ديال الكيش اللي غادي نخلطوها، غادي تكون عندنا بلا دان فومي بشويه ديال البصله، فغادي نستعمل فيها 3 ديال البيضات. كذلك غادي ندير واحد شويه ديال الثومه اللي كتكون مسمه بالزعتر، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، ومعلقه كبيره ديال النشا. هنايا بالنسبه للدور ديال النشا باش كيعقد لينا هذاك الخليط ديالنا. هنا غادي نزيد واحد العلبه ديال الياغورت ما يعادل واحد 110 غرام، الياغورت اللي كيكون طبيعي. لاباراي الاولى درتها لكم بالكريمه، وهذه لاباراي الثانيه درتها بالياغورت. ممكن تعوضوهم بجوج بالكاس ديال الحليب ماشي مشكل. المهم بعد غادي نضيف واحد المعلقه صغيره اللي كتكون عامره ديال الخميره، كذلك الدور ديال الخميره غير باش كيجينا داك الكيش ديالنا منفوخ. صافي من بعد غادي نزيد هنا واحد البصله خضاريه اللي كنشحرها في شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال زيت الزيتون. هنا من بعد غادي ناخذ واحد 100 غرام ديال لادان فومي اللي كنقطعو بحال هكا مربعات صغيره، وغادي نزيد عليه واحد 3 المعالق كبار ديال الفرماج احمر اللي كنحكو بحال هكا في الحكاكه اللي كتكون بحال هكا طويله، وكنخلط هذاك الخليط ديالي مزيان حتى كيندمجوا ليا دوك المكونات مع بعضياتهم كاملين. كما كتبان لكم كتكون لاباري ديالنا موجوده. غادي نخرجوا العجينه ديالنا من الثلاجه ديال الكيش، وغادي ناخذ هنايا تقريبا واحد المعلقه كما كتبان لكم على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا، غير ما تعمروهمش بزاف. الا مشيتو تعمرتهم بزاف فغادي تبقى تكب لكم، فديروا القياس كما كتبان لكم هنا في الفيديو. صافي وكنحاول نقادها بحال هكا بهذا الشكل هذا. انا من بعد ما كيكونوا طابو كيف ما كتشوفوا معايا حتى هما نفس الطريقه كنطيبهم كما طيبنا العجينه الاولى ديالنا ديال الكيش، كيجيو بحال هكا محمرين
من بعد غادي نزينهم تقريبا وهكذلك واحد 3 المعالق كبار ديال الفرماج. كندير بحال هكا غير في الوسط ديالهم كنزينهم. المهم مزيان كيبقى على حساب المتوفر عندكم نتوما، ممكن تخليهم بحال هكاك، ممكن ديرهم الفرماج. فسر النجاح ديال هذه الوصفه بهذيك العجينه ديال الكيش اللي ما كتكونش فيها البيض، وكتجي واحد العجينه رطبه وهشيشه وكيف ما كتبان لكم هنا في الفيديو. وهنا كيف ما كتشوف معايا كيكونوا هادو هما لي كيش ديالنا. شوفوا معايا العجينه كيفاش كتجي، ما كتجيش عندنا عجينه اللي غليظه، كتجي عجينه رقيقه. انا كتعجبني بحال هكا صراحه، كتجي حلوه وحتى في الاكل ديالها كتجي مزيانه. كتجي كذلك محمره وما استعملناش السكر. شوفوا معايا من الداخل كيفاش غادي نحلها. كتجي واحد الكيش صراحه ما شاء الله غزاله. هاد الوصفه هذه غادي يحماقوا عليها الوليدات. وكما كتبان لكم هنايا شوفوا معايا التوريق كيفاش كتجي هذيك العجينه مورقه بهذا الشكل هذا. انا هنا غادي نوريكم وحده طيبتها بلا حشوه. كيف ما كتشوفوا معايا كتكون بحال هكا، كتجي عجينه اللي هي مورقه. بالنسبه لهذه الكبيره كيف ما شفتوا معايا بقى الشكل ديالها كيف ما هو، يعني ما تنقصاتش لينا في الحجم ديالها. وغادي نقطعها باش تبان لكم من الداخل كيفاش دايره. فشوفوا معايا هنايا العجينه كيفاش دايره، كيف ما كتبان لكم هنايا كتكون مورقه بهذا الشكل هذا كيف ما كيبان لكم هنايا في الفيديو اكثر. وكتجي عندنا واحد الطبقه ديال العجينه اللي هي رقيقه، وكتكون عندنا طبقه ديال الحشوه اللي دفنه. فكتكون هذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم. كنتمنى يا ربي تعجبكم، وكنتمنى انكم تجربوا حقا هذه العجينه هذه كتستاهل انكم تجربوها. عجينه اللي ناجحه 100%. فهنا كتكون سالت الوصفه ديالي ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. خليتكم في امان الله، مع السلامه.